خليني أسألك سؤال صريح. كم مرة في حياتك قلت معلش عادي وسكت؟ مش لأنك مقتنع، لكن عشان مش عايز تعمل مشكلة. الجزء الأول، إحنا اتربينا على فكرة غريبة شوية، إن الشخص الطيب هو اللي يعدي، اللي يثبت، اللي يبتسم حتى لو اللي قدامه غلط فيه. قالوا لنا إن ده اسمه أخلاق. لكن في عالم البشر الطيبة الزيادة مش دايما بتتفهم صح. الناس بتقراها كده، ده شخص سهل. الجزء الثاني، خليني أقول لك حاجة مهمة جدا. البشر بيقروا الإشارات. لو إشارتك دايما معلش عديها مش مشكلة، الرسالة اللي بتوصل فيش حدود. والإنسان بطبيعته لو ما شافش حدود هيكمل لحد ما يقابلها. الجزء الثالث، في نوعين من الناس. النوع الأول شخص مسالم لأنه ضعيف، ما يقدرش يرد، ما يعرفش يواجه. النوع التاني شخص هادئ، لكن هدوءه مختلف، مش بيتكلم كتير، لكن لما يتكلم الكل بيسمع، لأن الناس حاسة إن الشخص ده قادر يرد، لكن مختار ما يردش. فرق كبير جدا بين الاتنين. الأول اسمه ضعف، التاني اسمه قوة منضبطة. الجزء الرابع، القاعدة الذهبية. الناس ما بتحترمش الضعيف، بتحترم الشخص اللي عارف قوته. الهيبة مش صوت عالي، الهيبة بتساوي حدود واضحة زائد نظرة ثابتة زائد كلام قليل. الخاتمة زائد نصيحة عملية. لو عايز الناس تحسب لك حساب، ابدأ ب3 تغييرات بسيطة. بطل تشرح نفسك طول الوقت، مش كل سؤال لازم له إجابة. سيب مسافة، مش لازم تبقى متاح في كل وقت. اتعلم تقول لأ من غير خوف ومن غير تبرير. هتتفاجئ إن كلمة واحدة بس ممكن تغير شكل العلاقة كلها. افتكر دايما، الاحترام مش هدية، الاحترام نتيجة لشخص عارف قيمته وعارف إمتى يسكت وإمتى يتكلم. آخر جملة، call to action. أنت ساكت عشان قوي ولا ساكت عشان ضعيف؟ اكتب لي في الكومنتس.